بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا هنسيب المؤتمر للاستاذ مرتضى لان ده مؤتمره، بس انا هتكلم في دقيقتين بالظبط. الحاجه الاولانيه اللي عايز اقولها لحضراتكم، انا ربنا جابني في المكان ده لمده 4 اشهر عشان هو كان عايز يثبت لكم، ربنا عايز يثبت لكم ان انا اقدر اساعد واقدر اادي في النادي. الحمد لله انا عملت المجهود اللي عليا، وعملت المجهود ده لان انتوا كنتوا مظلومين قوي، بس صدقوني كل اللي انا عملته ما يجيش حاجه جنب اللي المفروض يتعمل. فانا مش هطول على حضراتكم، احنا برنامجنا طويل وانا بسمع من وانا صغير برامج كتير جدا، لكن عمري ما شفت حد نفذ برنامج في نادي الزمالك. فانا بقول لحضراتكم يمكن خلينا نختصر برنامجنا في ان احنا بنوعدكم وبنتعهد قدام ربنا ان احنا هنشتغل بضمير، وبنوعدكم ان احنا مش هنشوف حاجه المفروض تتعمل ومش هنعملها. خلينا واقعيين، نادي الزمالك مشكلته في الفلوس. كل واحد يجي بيسلف النادي يدي النادي، احنا مش عايزين كده، وده مش نجاح. اي مجلس اداره بيعتمد على ان هو يستلف فلوس او يجيب فلوس من حد، ده مش نجاح. النجاح ان احنا نحول نادي الزمالك ده ان هو اللي يبتدي يجيب فلوس لوحده. ففي افكار كتير ان احنا نجيب بيها فلوس، بس برضه زي ما انا بقول لحضراتكم، انا من وانا صغير بسمع عن نادي اكتوبر، ومن وانا صغير بسمع عن قناه النادي، ومن وانا صغير بسمع حاجات كتيره جدا من ايام الاستاذ الكابتن نور الدالي. فانا بقول لحضراتكم، بوعدكم ان انا والقايمه المحترمه دي هنشتغل، واحنا عارفين ومدركين جدا ان دي مهمه، وان احنا جايين عشان خدمتكم انتوا. وانا شخصيا اي نجاح انا حققته قبل كده او حضراتكم حاسين بيه، صدقوني ده ما كانش بمجهود، انتوا بتستحقوا اكتر من كده بكتير. لا بجد، يمكن كل او معظم الناس اللي انا شايفهم قدامي انا عارفهم بالاسم وعارفهم وعارف واحد ويعني معرفه شخصيه. نادي الزمالك موظفينه مظلومين، نادي الزمالك اعضائه مظلومين، نادي الزمالك لعيبته مظلومين، نادي الزمالك جمهوره مظلومين. فاعتقد ان احنا عايزين نغير فكره نادي الزمالك المظلوم لنادي الزمالك اللي قادر بوجودكم وبوجود مجلس اداره محترم ان احنا نجيب حقه. وان احنا مش عايزين نجيب حقه ونبقى اولاد الادب، لا، حقه بادب وحقه باحترام وحقه بالقانون وحقه بالاصول. كل ده نقدر نعمله لو احنا حاطين ايدنا في ايد بعض. معلش انا اخر حاجه قبل ما اختم، يمكن انا الوحيد اللي انا في القايمه والباشمهندس مصطفى عبد الخالق اللي موجودين في مجلس اداره الحالي. عايز اقول لحضراتكم انا الاداء اللي انا اديته انا وباشمهندس مصطفى، يمكن احنا اول مره نخش المجلس الاداره. انا عايز اقول لكم انا بتلخبط في الكلام دايما لما ببقى جنب استاذ مرتضى، دي حقيقه. يعني لما بتلاقوني لوحدي ببقى، لكن اللي انا عايز اقول لحضراتكم الاداء اللي احنا قدمناه في المجلس ده والله اولا النجاح كان من عند ربنا، وفي المجلس الاداري المعين، المجلس الاداري المعين برضه انا عايز اشكره واوجه له الشكر ان الناس دي وقفت جنبي، والناس دي دايما كانت بتشجعني. الحمد لله انا قدرت، كان ليا دور في حاجات كتير جدا انا هعرضها على حضراتكم في مؤتمري انا الشخص، لاني مش عايز اتكلم عليها دلوقتي انا وباشمهندس مصطفى عبد الخالق. لكن انا بقول لحضراتكم اللي بيميز القايمه دي عن اي قايمه ثانيه، اول حاجه ان رئيس القايمه دي اتظلم. لغايه دلوقتي انا ما اعرفش استاذ مرتضى منصور تقريبا من 8 سنين كان رئيس النادي، قعد 3 اشهر وبعدين رجع وقعد 2 شهر. فما اعتقدش ان 5 اشهر نحكم على حد، صح؟ لا انا شايف بقى ان 5 اشهر كانت كفيله بان احنا نحكم على مرتضى منصور. اداء مرتضى منصور في 5 اشهر عشرات الاضعاف
لحد 8 سنين اللي فاتوا دي. فانا بستاذن حضراتكم، انا مش عايز ابقى اثقل على حضراتكم، انا هسيب الكلمه اللي بعدي، ربنا يوفقكم في اختيار الاصلح. وانا بقول لحضراتكم انا والقايمه هنقوم بخدمه نادي الزمالك لمده الدوره كامله، وانا بوعد حضراتكم ان الدوره هتبقى كامله المره دي، مفيش حد هيحلنا ولا يشطبنا ولا الكلام ده. الحاجه الثانيه بوعد حضراتكم بنتيجه، احنا ملتزمين معاكم بنتيجه، مش ان احنا نبذل عنايه. سالونا بعد 5 سنين، مش بعد 5، بعد سنه هتشوفوا نادي الزمالك هنا شكله هيختلف ازاي، هتشوفوا نادي الزمالك ان شاء الله. هنبدا بقى في اكتوبر كل المشاريع اللي بسمع عليها وانا صغير. فانا بشكركم وهدي الكلمه للي بعدي طيب اديله حس ابو سريع يا ابو سريع. طيب في طفل يا جماعه تايه اسمه احمد محمد وجدي، اللي يلاقي احمد محمد وجدي 7 سنين يجيبه هنا. خلاص هنلاقيه ان شاء الله، اللي يجيبه هنا عند السلم. احمد محمد وجدي. شكرا.